السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان والبشر بيراقبوا السماء وبيدوروا على صوت أو إشارة تثبت إننا مش لوحدنا في الكون. ولكن هل فعلا جالنا رد؟ وهل فعلا في إشارات غامضة مش مفهومة جاية من الفضاء؟ النهاردة هنتكلم عن أغرب إشارات التقطها العلماء واللي محدش قدر يفسرها لحد دلوقتي. في البداية ياريت تشرفنا وتعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. في سنة 1977 عالم فلك اسمه جيري إيهمان كان بيراقب الفضاء باستخدام تلسكوب اسمه تلسكوب بيج إير في ولاية أوهايو بأمريكا. وفجأة ظهرت إشارة قوية ذات نطاق ترددي ضيق حوالي 1420 ميجا هرتز، قعدت مستمرة لمدة 72 ثانية، وكان مصدرها من منطقة قريبة من كوكبة القوس ودي خارج المجموعة الشمسية. الراجل اتفاجئ لدرجة انه كتب على الورقة كلمة واو، ومن يومها سموا الإشارة بإشارة واو. وكانت تفسيرات العلماء انها اما تكون من مصدر طبيعي زي اصطدام نجم مغناطيسي اللي هو بيتقال عليه بقايا نجم منهار بسحابة من غاز الهيدروجين، او من المذنبات اللي بتمر عبر سحب الهيدروجين اللي ممكن تنتج اشارات مشابهة، او تكون مصدر خارق للطبيعة زي حياة ذكية خارج الارض، خاصة وان طبيعتها كانت اقرب الى الاشارات الاصطناعية، ولكن مع عدم تكرار الاشارة تضاءل هذا الاحتمال. ولكن لحد النهاردة محدش قدر يعرف مصدرها الحقيقي. في آخر 5 سنين التلسكوبات الحديثة سجلت إشارات غريبة تانية اسمها FRBS اللي بتعني انفجارات راديوية سريعة. تم رصد بعضها من مجرات تبعد مليارات السنين الضوئية، بتيجي فجأة وتختفي وبتتكرر من نفس المكان في الفضاء كأن حد بيبعت كود. السؤال بقى، هي دي نجوم بتنفجر ولا حضارة بتحاول تتواصل؟ مفيش إجابة مؤكدة لغاية دلوقتي. كمان في تجربة أنيتا أو بيسموها إشارة أنيتا، وهي إشارة راديوية غريبة. وكلمة أنيتا هي اختصار لتجربة هواء النبض العابر القطبي الجنوبي، وهي عبارة عن كاشف راديو بيوضع في منطاد بيحلق على ارتفاع 40 كيلومتر فوق القطب الجنوبي. وتستخدم التجربة ديت لرصد النيوترونات القادمة من مصادر بعيدة، والتي عندما تتفاعل مع الجليد تنتج انبعاثات راديوية يمكن رصدها. رصدت التجربة نبضات راديوية قادمة من أسفل الأفق، أي من أسفل الجليد، بزاوية 30 درجة، وده يشير إلى أنها مرت عبر آلاف الكيلومترات من الجليد والصخور، وهو أمر لا يفسر بظواهر فيزيائية معروفة. وفي كمان كائن غامض رصدته تجربة أنيتا في عام 2025 وبينبض دوريا كل 54 دقيقة. والكائن الغامض ده العلماء بيرجحوا أنه يكون أحد المخلوقات المكتشفة مؤخرا أو ظواهر طبيعية غريبة. والأسباب المحتملة لهذه الإشارات زي ما قال العلماء إما ظواهر فلكية ناتجة عن أحداث فلكية طبيعية، أو إشارات جاية من نجوم نيوترونية عندها حقول مغناطيسية قوية. وفي بعض العلماء بيقترحوا أن الإشارات دي ممكن تكون رسائل من كائنات فضائية، وبعضهم التاني بيقول إنها ممكن تكون ناتجة عن أحداث كونية زي اصطدام نجمين نيوترونيين. بعض العلماء بيقولوا في الفضاء الواسع ده ممكن تكون هناك حضارات تانية، والإشارات دي تكون صادرة عن كائنات فضائية متقدمة اللي هتكون أذكى مننا بمراحل، وممكن بتكون بتحاول تتواصل معانا بس إحنا لسه مش فاهمين لغتهم. وفي نفس الوقت في علماء آخرين بيقولوا لأ، الإشارات دي ناتجة عن نجوم نيوترونية أو مغناطيسية ذات حقول مغناطيسية قوية. وفي بعض العلماء التانيين بيقولوا
إنها ممكن تكون ناتجة عن أحداث كونية كارثية مثل انفجارات النجوم أو الثقوب السوداء، ولكن النظرية دي استبعدت في بعض الحالات نتيجة تكرار الإشارة. والآخر في بعض الناس بيقولوا بقى إن الإشارات دي ناتجة عن أقمار صناعية معطلة أو غيرها من المصادر التكنولوجية البشرية. سواء كانت الإشارات ديت من كائنات فضائية أو مجرد ظواهر طبيعية، اللي أكيد إن الفضاء لسه فيه أسرار أكبر من خيالنا، ويمكن في يوم نعرف الحقيقة. بس السؤال هو، هل إحنا مستعدين فعلا نسمع الرد؟ لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. السلام عليكم.